السلام عليكم، اهلا بيكم مطبخ ريتال الاكلات الشهية. النهارده هنعمل كيكه الحليب والكراميل، حاجه تحفه كده، منظرها روعه بجد، تحفه جدا. هقطعها كمان معاكم علشان تشوفوا القوام بتاعها، هي كمان لسه ما تماسكتش، لو دخلناها التلاجة هتبقى القوام بتاعها كمان متماسك. هطلع لكم قطعه كمان علشان تشوفوا المنظر بتاعها، علشان تشوفوا الشكل والجمال بتاعها، وبمقادير بسيطه تقدري ان انت تعمليها في اي وقت وتقدميها لضيوفك وتبهريهم بيها. بصي طعمها روعة، غرقانة في الحليب، حاجة كده تحفة جدا بجد. لو عجبتك الوصفة ما تنسيناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الشكل، الطبقات، طبقة الكيك، طبقة الكريمة، طبقة الكراميل، حاجة كده دايبة. الكيكة بتاعتنا غرقانة في الحليب، طرية جدا، وطعم صوص الكراميل روعة، والكريمة كمان حاجة. احنا ست الكل معانا المقادير بتاعتنا: 4 حبات من البيض، عليهم ذرة من الملح، عليهم كوباية الا ربع من السكر. سكر خشن او سكر مطحون المتواجد عندك، يعني هي مش هتفرق، كده كده هينضرب معانا والسكر هيدوب. بنزل بالسكر بتاعنا وبشتغل خفق بقى، بس مش هحط الفانيليا دلوقتي، لما اضرب السكر والبيض مع بعض شوية، وانزل ب2 باكت من الفانيليا، او لو عندك فانيليا سايلة بتحطي. طبعا هنا على كل بيضة ممكن تحطي كيس فانيليا، بس انا هحط خل هنا المادة الرافعة، وكمان بيشيل اي زفارة من البيض. هنزل بالفانيليا بتاعتي وارجع تاني اشتغل خفق تاني، اضرب لغاية اما اللون يبقى كريمي فاتح معانا والقوام بتاعي يتقل. كل ما تضربي في البيض بزيادة واللون يفتح معاكي، كل ما الكيك يبقى فاتح معاكي، كل ما بتدخلي في الكيك هوا كمان، علشان احنا مش هنستخدم اي مادة دهنية في الكيك بتاعنا. هنا احنا بنعتمد على المادة الرافعة، هنا البيض بتاعنا. طبعا كل ما تضربي في البيض كل ما اللون بيفتح معاكي والقوام بيتقل معاكي. يبقى المقادير بتاعتنا هنا: 4 حبات من البيض، لو هتستخدمي بيض كبير يبقى 3. معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة او معلقة كبيرة ممسوحة، كوباية الا ربع من الطحين، كوباية الا ربع من السكر. هي دي المكونات بتاعتنا، هي دي المكونات بتاعتنا يا ست الكل. وكمان هستخدم 2 باكت فانيليا ومعلقة من الخل. بنزل بمعلقتين من الطحين، اقلبهم كويس جدا في الخليط بتاعنا، وبعد كده طبعا بقية المواد الجافة بحطها وبنخلها. طبعا الطحين انا نخلاه قبل ما اشتغل معاكم في عمل الكيك بتاعي، بس طبعا هنخله تاني علشان طبعا اقلب البيكنج باودر مع الدقيق بتاعنا. خلاص كده هجيب بقية الطحين بتاعنا بقى، وانزل عليه بمعلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة معلقة صغيرة مليانة. لو هتستخدمي معلقة كبيرة يبقى معلقة كبيرة ممسوحة. انا بحب استخدم الكيك شيف، حلو بيديكي لون فاتح للكيك احسن من البيكنج باودر، بيفتح لك لون الكيك، والخل كمان بمادة رافعة وبيفتح لك لون الكيك برضو، ما بيطلعهاش لونها غامق. شغالة ضرب كده، ده يا دوبك بس ادخل الدقيق، وبعد كده بفصل المضرب بتاعي بقى وهقلبه بالسبتيولا واجيبه من فوق لتحت. بس هو مجرد ان انا اقلبه، ان انا اخفي بس اثر الدقيق بتاعي. عادي لو مش متوفر عندك المضرب الكهربي ممكن تستخدمي الخلاط بتاعك، بس انا بدور ان هي حاجة تعمل معاكي فوم عالي، لان احنا هنا مش مستخدمين اي مادة دهنية. هنا هنزل بمعلقة خل كبيرة، طبعا الخل زي ما اتفقنا مادة رافعة. طبعا جبت الصينية بتاعتي ودهنتها بالزبدة كويس، الزبدة علشان تديها طعم وكمان ريحة حلوة. بنزل بالخليط بتاعي، بدخل الخليط بتاعي ده على درجة حرارة 200. الفرن ببقى مشغلاه قبلها ب5 دقايق، علشان طبعا مش بشغله قبلها ب10 دقايق علشان يبقى ايه،
الكيك بتاعنا ياخد من درجة حرارة الفرن لما يجي يسخن الكيك برضو في نفس الوقت يبتدي يسخن. بعد كده بندخلها الفرن، وبعد كده بنعمل الكريمة بتاعتنا يا ستي. انا هستخدم كريمة خام، انت تقدري تستخدمي اللي هو الكريم شانتيه الاكياس. انا استخدمت كريم شانتيه خام. استخدمت هنا المعيار اللي معايا، الكوباية اللي هو المج المتوافر في كل البيوت، اللي هو 200 ملي، عليهم كوباية من الحليب، عليهم معلقتين من السكر. بفضل شغالة خفق كده لغاية ما الكريمة بتاعتي تتماسك. طبعا البولة بتاعتي ضيقة فانا غيرتها، وطبعا الكريمة بتاعتي اتمسكت اهيت. هخلص ضرب الكريمة بتاعتي بقى وادخلها التلاجة، ونشوف بعد كده احنا هنعمل ايه. بنفضل شغالين كده لغاية ما القوام بتاع الكريمة بتاعتنا يبقى. طبعا بعد ما دخلنا الكريمة بتاعتنا التلاجة، هنا جبت علشان نعمل الطبقة التالتة اللي هي طبقة الكراميل، صوص الكراميل بتاعتنا. جبت كوباية من السكر بس واحدة، حطيتها فوق كده وفردتها، وهبتدي ان انا اقلبها. اول ما تبتدي تاخد اللون الذهبي تبتدي ان انت تحطي المعلقة فيها وتقلبيها بقى. السكر بتاعنا ابتدى ياخد لون اهوت ويتكرمل. بتفضلي شغالة تقليب كده، ما تخافيش اي تكتلات في السكر ولا اي حاجة. مع السخونية ده كله بيدوب والكلام ده كله بيسيح، يعني ما تخافيش. تقدري ان انت هنا تستخدميه. انا قبل كده عملته بلبن، النهاردة انا هعمله بمية علشان تبقى الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة ان انت تقدري تعمليها في البيت. لو مش متواجد عندك اي حاجة تقدري ان انت تستغني عن حاجة. طبعا السكر بتاعنا ابتدى يدوب اهو وابتدى يتكرمل. انا بحب اللون بتاع الكراميل بتاعي مش لونه غامق، علشان لما بيغمق زي ما اتفقنا ان هو بيبقى فيه مرارة. لا، انا بحب اللون بتاع الكراميل بتاعي يبقى لونه فاتح. بنزل بكوباية مية وابتدي شغالة تقليب كده. ما تخافيش، انزلي بكوباية مية مغلية. لو حتى مفيش مية مغلية، المية المغلية علشان تفك منك السكر على طول ما يكتلش. لو مش متواجد تنزلي بكوباية بمج من المية، مية ساقعة بقى، مية من الحنفية تقدري ان تستخدميها لغاية ما السكر بتاعك يدوب كده وما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعد كده بتجيبي نص كوباية من المية، عليها معلقة واحدة من النشا ومعلقة من الزبدة. انا حطيت معلقة من الزبدة، وهي نص كوباية من المية عليها معلقة كبيرة من النشا. ببتدي انزل على الخليط بتاعي ده كده واشتغل تقليب، واتنين باكت من الفانيليا او باكت فانيليا. هنا صوص الكراميل بتاعي مش بيبقى تقيل، القوام بتاعه بيبقى خفيف. يبقى اللي استخدمته كله على الكراميل بتاعي كوباية سكر، معلقة زبدة، كوباية ونص من المية، معلقة نشا. طبعا ده شكل الكيك بتاعي بعد ما طلع من الفرن وبرد. ببتدي ان انا اعمل فيه فتحات بقى بخلة بسكينة المتواجد عندك. شايفين لون الكيك بتاعي؟ شايفين شكل الكيك بتاعي؟ حلو جدا. ببتدي ان انا اسقيه بالحليب بقى. هنا الكيك بتاعي بياخد كوبايتين من الحليب. بسقيه، بصوا هي اسمها كيكة الحليب، بتبقى غرقانة في الحليب. انا حطيت هنا نص ورجعت خدت نص تاني بس اتشال في الشط، يعني حطيت نص الكمية وبقى معايا النص التاني. يبقى انا كده حطيت اللي هي كوبايتين من الحليب، حطيت نص في كوباية في نص تاني. طبعا الكيك بتاعي بيتشرب الحليب كله بقى بالشكل دوت. بجيب الكريمة بتاعتي، شايفين قوام الكريمة بتاعتي متماسك ازاي؟ ببتدي انزل بالكريمة بتاعتي كلها بقى، بسيب حوالي معلقة بس للتزيين، وابتدي افرد الكيك بتاع الكريمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. طبقة الكريمة بتاعتي انا بحب طبقة الكريمة بزيادة، انتي تقدري تقللي الكمية وتقدري ان انتي تزوديها. بتبتدي ان انتي توزعيها بقى بالشكل دوت لغايه ما تسويها خالص، علشان طبعا تبقى طبقة الكريمة متساوية، ما تبقاش فيها حتة عالية وحتة واطية. بجيب هنا السكينة بتاعتي بقى وابتدي ان انا اسويها علشان يبقى الكيك بتاعي كله متساوي. لما اجي انزل بطبقة الكراميل، طبقة الكراميل طبعا اتكرملت معانا وسبتها تبرد بقى، علشان ما ينفعش تتحط على الكيكة وهي لسه نازلة سخنة. لو حطيتيها على الكريمة وهي لسه نازلة سخنة، الكريمة دي مش هتلاقي لها وجود ولا اثر.
طبعا صوص الكراميل اللي برد معايا اهوت، وابتديت انزل بقى على الكريمة بتاعتي. الصوص بيبقى بارد خالص، يعني مش اللي هو يعني بالنسبة الحرارة بتاعته ما بتتذكرش اساسا. بتوزعيه كويس جدا. شايفين الصوص بتاعي؟ شايفين اللون بتاعه جميل جدا، اللون بتاعه فاتح ماهوش غامق. هبتدي ان انا اوزع بقى بالسباتيولا بتاعتي كده الصوص بتاعي علشان اسويه بقى. وطبعا زي ما اتفقنا ان انا سبت حوالي معلقة من الكريمة علشان اعمل بيها خطوط كده، علشان نزين بيها الكيك بتاعنا. هبتدي امسكها كده بايديا بقى، اجيبها الناحية دي والناحية دي لغاية ما هي تتساوى معايا بقى. طبعا هنا دي كمية الكريمة اللي بقت معانا، المعلقة اللي انا قلتلكوا عليها. بنعمل خطوط كده بالعرض وبعد كده بنعملها بالطول. بنجيب اي خلة بقى طبعا، ونبتدي بس نزين الصينية كده من على الاطراف بتاعتها من الجوانب. بعد كده بنجيب الخلة بقى ونبتدي نعمل خطوط عشوائي بقى حسب ما انت حابة بقى، اي رسمة انت حباها ان انت ترسميها. انا بجيب الخلة هيت وهبتدي رايحة وجاية كده علشان اعمل تزيين عشوائي بالشكل ده. طبعا هنا لو انت مش مستعجلة عليها بتدخلها التلاجة لمدة ساعتين 3. اما انا بصراحة كنت مستعجلة عليها فما قعدتهاش في التلاجة كتير، هي مدة ساعة بس. وكمان يعني شكلها تحفة جدا. شايفين التزيين بتاعها طالعة والله العظيم تحفة فنية، وكمان التزيين عشوائي. تقدري ان انت كمان تزينيها بالحاجة اللي انت تحبيها او الشكل اللي انت تحبيه. شايفين المنظر بتاعها؟ طبعا دي شكلها بعد ما طلعت من التلاجة هي. هبتدي ان انا اقطعها بقى مع بعض ونشوف شكل الكراميل بتاعنا والكيك بتاعنا رطب قد ايه، غرقان في الحليب. بجد كان طعمها تحفة جدا. كل اللي دقها انبهر من الطعم بتاعها. بجد بصي تقدري ان انت تعمليها في اي وقت، ومكوناتها سهلة ان انت تستخدميها. يعني تعمليها في اي وقت لو جالك ضيف، مش بتاخد اي وقت والله العظيم. شايفين الشكل؟ شايفين الطبقات بتاعه الكريمة كمان غرقانة في صوص الكراميل كده. وكمان الكيك بتاعنا دايب وطري جدا وغرقان في الحليب. بصوا، شوفوا لمعة الكراميل بتاعتنا. شايفين طراوة الكيك غرقانة في الحليب؟ والله طعمها تحفة جدا. كل اللي دقها انبهر. لو عجب